في توقف دولي ومفيش ماتشات حلوه، فبالتالي هنختار افضل 11 لاعب في ال10 جولات اللي اتلعبوا في الدوري، او افضل خطه او تشكيله من وجهه نظري. والمركز اللي هختار فيه اكتر من لاعب، معنى كده ان انا شايف في المركز ده في اكتر من لاعب مقدمين مستوى حلو، مستوى ثابت ومميز، فبناء عليه اخترتهم هم كلهم. هنبدا بحراسه المرمى. انا اخترت فيها اكتر من حارس، انا اخترت احمد الشناوي من بيراميدز، عامر من غزل المحله، محمد صبحي من الزمالك. الثلاث حراس ماشيين بمستوى ثابت، مستوى مميز، بالذات محمد صبحي عنده ميزه عنهم الاثنين انه بيلعب برجليه كويس. فانا شايف ان الثلاث حراس دول كل جول دخلوا فيهم ما يسالوش عليهم، شايلين اكتر من فرصه في نفس الماتش. بس انا هختار واحد، احمد الشناوي. انا ما بحبش احمد الشناوي اصلا، والله العظيم ما بحبه، بس اخترته لسبب واحد، ان احمد الشناوي الموسم ده مقدم مستوى مع بيراميدز، مستوى جامد موت، مستوى خرافي. انا مش عايز اقول لك دي افضل نسخه انا شفتها لاحمد الشناوي، ممكن يكون ظهر بنسخه حلوه برده مع الزمالك تقريبا في 2017 2018، لا 2000 2016 2017. بس النسخه دي مرعبه من احمد الشناوي. احمد الشناوي هو سبب اساسي في صعود بيراميدز من الدور ال 64 لافريقيا، ان هم يكسبوا اهلي جده في السعوديه، سبب اساسي ان هم يكسبوا اكتر من ماتش في الدوري. فعشان كده اخترت احمد الشناوي. هيقعدوا على الدكه عامر ومحمد صبحي، او الاثنين برضو بنفس المستوى، بس لسبب ده انا اخترت احمد الشناوي هو اللي يقف. لما تيجي تختار في السردباكين لا يمكن تختلف على محمد اسماعيل. محمد اسماعيل لعب 5 ماتشات مع الزمالك المصري والاسماعيلي والجونه والاهلي والغزل، اقسم بالله ال5 ماتشات بينوا لك ان انت عندك سردباك هادي مش مهزوز، عنده ثبات في المستوى، في الكرات العاليه ما هوش مهزوز، بيعرف يطلع وياخدها، في الالتحامات يسد ويكاتف، بيعرف يلعب كوره ما بيشتتهاش، يعني مش اي حد يضغط عليها شتت الكوره، لا بيعرف يلعب الكوره وبيكسر الخطوط بتمريراته، سواء على الارض الباص على الارض او اللونج بول، وعنده مرونه وحلول فرديه بالكوره، يعرف اطلع بالكوره تحت الضغط. يعني لو هو مزنوق وفي ضغط عالي علينا على فرقه الزمالك، هو يعرف يتصرف بالكوره، يعرف يطلع بيها من تحت الضغط، سواء هيباصيها عارف الباص هيروح لمين، او يطلع هو يكسب ارضه ويلم الاثنين يطلع ما بينهم ويكسب مساحه وارضه ويروح يزيد بالكوره. محمد اسماعيل بالنسبه لي مكسب للزمالك. وانا بالنسبه لي يعني انا شايف ان هو لو في عدل في اختيارات حسام حسن بدل الهنبقه بتاعته ديت، هيكون عنصر مميز، او يا عم مش مميز بس هيكون عنصر مهم في افريقيا اللي جايه مع المنتخب. السردباك الثاني انا بصيت كتير على كل فرق الدوري، بصيت على المحل السردباكين بتوعهم احمد شو والعش اي كلام عاديين، المصري باهر ومحمد هاشم، حتى خالد صبحي اللي بيروح المنتخب الثلاثه اي كلام. ما تيجي تبص على الاهلي فانت هتشوف ياسر ابراهيم وياسين مرعي، بس انا اختار ياسين مرعي لسبب ما، انه بيعرف يلعب بدماغه، هيدر كويس، حتى اخر جول حطه بدماغه من مسافه بعيده، فبيعرف يلعب بدماغه. لعيب عنده نواقص، ممكن يتطور ممكن، بس انا اخترته عشان السبب ده، انه بيعرف يلعب بدماغه، ولعيب برده ما هوش سيء ولا وحش، هو متوسط، فعشان كده اخترته يلعب جنب محمد اسماعيل. الباك رايت اعتقد ان ما فيش حد يختلف على محمد الشيبي. محمد الشيبي انا بالنسبه لي عنصر لا يقل اهميه عن فيستون مايلي في بيراميدز، او يعني هو مفتاح من اهم مفاتيح لعب بيراميدز. انا فاكر لما جيت اعمل فيديو ازاي نكسب بيراميدز في الكاس، قلت اهم حاجه نوقف محمد الشيبي. محمد الشيبي لعيب خطير، هو النموذج، هو الايدول بتاع الباك رايت في افريقيا عامه. انا بالنسبه لي محمد الشيبي ده، ما انا ما اعرفش ازاي هو احترف ولا لا، بس لو كان احترف نفسي افهم ازاي ما لعبش في انديه التوب بره. محمد الشيبي ده لعيب والله العظيم ممكن يرفع عرضيه من المغرب ينزلها على راس الفرود اللي موجود في بيراميدز. لعيب زي ما الكتاب بيقول، اسيستات واجوان وصناعه فرص وخطوره وكل حاجه. خش على الباك ليفت برضو، انا لما جيت اقارن انا شفت من محمد حمدي البيراميدز، محمود بنتايج ويحيى زكريا بتاع غزل المحله، ثلاثه حلوين بالنسبه لي، بس زي ما قلت لكم المركز اللي بيكون فيه اكتر من لاعب فانا هختار لاعب الاثنين بيكونوا على الدكه عادي. فانا هختار محمود بنتايج لسبب ما، هو ما خيش مع الزمالك غير في ماتش واحد بس، باقي الماتشات محمود بنتايج كان من احلى لعيبه الزمالك في الماتش. يعني مثلا في اي ماتش تاني بتشوف مثلا نجم الماتش مثلا خوان بزيره، بتلاقي اللي بعده على طول بنتايج، ماتش تاني بماتش نجم الماتش عبد الله السعيد اللي بعده بنتايج. فانا شايف ان محمود بنتايج بيكون من افضل 3 لعيبه مثلا في الماتش. ما يميز بنتايج السرعه وتسديداته، ان اي كره وشفت جون سموحه والاختراقات بتاعته من العمق، لا ادم ماسك الكره وداس عليها من العمق انسى انك تاخدها منه، والاوفرلاب اللي بيطلع يعمله، عرضياته ما هيش احلى حاجه بس بيعوضها بحاجات تانية كتير. وفي الجانب الدفاعي طبعا محمود بنتايج جامد دفاعيا، واقف على رجليه وثابت ما بيتلمش بسرعه، بيعرف يخش معاك كتف في كتف ويخلص ويستخلص الكوره. انا شايف محمود بنتايج هو اللي يلعب في الباك ليفت. الاثنين التانيين محمد حمدي او يحيى زكريا الموسم ده عاملين شغل جامد وعاملين شغل هايل، فخدتهم مع محمود بنتايج. في خط النص انا عندي وفره من اللعيبه في خط النص، انا اخترت 6 لعيبه بجد عشان في لعيبه ما ينفعش تتساب، فانا اخترت 6 هلعب 3 والثلاث هيقعدوا على الدكه. هبدا بالديفندر. انا بالنسبه لي مهند لاشين افضل 6 في افريقيا، اللي عرفني انا بقول كده من الموسم اللي قبل اللي فات، مش بس بيستخلص الكوره لا كمان بيلعب كوره حلو. متعارف عليه في مصر عندنا ان الديفندر بيستخلص الكوره وبس، يستخلص الكوره ويسلمها للي جنبه. مهند لاشين بقى بيستخلص الكوره وبيلعب باص حلو، يستخلص الكوره ويباصيها باص ممكن يصنع هجمه من الباص ده.
فمهند لاشين وكمان في الماتش اللي لعبه على الاهلي كان حاطط محمد علي بن رمضان في جيبه. فانا شايف مهند لاشين هو افضل سته في افريقيا في استخلاص كور او كمان في لعب الكوره. فعشان كده اخترت مهند لاشين، هو اللي مش واخد حقه تماما خالص في المنتخب ولا في مصر عامه. اللي يلعب جنبه انا بالنسبه لي عبد الله السعيد، هو عنده 40 سنه لان عبد الله السعيد عامل بدايه كويسه قوي مع الزمالك، اللهم الا ماتش تقريبا او ماتشين بس كان وحش بسبب الخطه بتاعت فريرا، هو اللي ما خلاش عبد الله يعرف يلعب، عشان كان محجمه بادوار ما تليقش بعبد الله في السن ده. انما عبد الله 8 على الدايره مع الزمالك الموسم ده عامل بدايه كويسه قوي، يمكن من احلى ماتشات عبد الله في تاريخه مع الزمالك. هو لعب موسم ونص، انا بالنسبه لي البدايه دي في ماتشات تتصنف كده من احلى ماتشات عبد الله. كمان اصلا في كلام انه هيروح افريقيا وهو يستحقها بالمناسبه. انا شايف ان عبد الله كان كمان يروح تصفيات كاس العالم والله العظيم يلعب ويأدي عادي، حتى لو على الدكه هيبقى عندك حل له بديل. فانا شايف ان عبد الله السعيد عامل بدايه كويسه قوي. اللي هيلعب جنب عبد الله هو وليد الكارتي. لما تيجي تتكلم على وليد الكارتي انا بالنسبه لي هو لاعب نموذجي، هو لاعب زي ما الكتاب بيقول في الاستلام بين الخطوط او في تمريراته البينيه او في قراراته، هو يعرف بيقرا اللعب صح، اللي هو بمعنى اعرف اقرا الهجمه اللي انا شغال فيها بحيث اتصرف احلى تصرف ممكن. فانا شايف ان وليد الكارتي ده وبخلاف كده هو ايجابي على الجون، بيعرف يجيب جون من الاخر، بيعرف لو انا رايح على الجون بيعرف يجيب جون، بيعرف يعمل اسيست. فانا شايف ان وليد الكارتي من احلى اللعيبه اللي دخلت، من احلى الكواليتي اللي دخل مصر عامه. الثلاثه التانيين هم عمر الساي، احمد عاطف قطه، احمد سكولز. بس لما تيجي نمسك مثلا كل واحد فيهم، انا بالنسبه لي احمد عاطف قطه هو القطعه الناقصه في بيراميدز، هو الجوكر بتاعهم، وينج او باك او 8 او 6 او فيرو الثاني مع مايلي او بلاي ميكر. احمد عاطف قطه مش واخد حقه تماما. احمد عاطف قطه كان سبب اساسي ان بيراميدز ينافس على الدوري لاخر نفس، وان بيراميدز يكسب افريقيا. يوريشيتش لو جيت انت سالته مين من اهم 3 لعيبه في بيراميدز 100% هيقول لك احمد عاطف قطه معاه. قراراته كلها صح، هو لعيب عارف انا بعمل ايه، عارف ادواري في الملعب، عارف انا هقوم بكذا هعمل كذا، وبيدافع وبيهاجم. فانا شايف ان احمد عاطف قطه مظلوم في بيراميدز، مش واخد حقه تماما من الاعلام، وكان يستحق يروح المنتخب. اللاعب الثاني هو عمر الساعي، لان عمر الساعي اصلا من ايام الاسماعيلي هو كان جامد، راح الاهلي اتدفن، لما طلع المصري انفجر. حاليا ما تلاقيش اللاعب بلاي ميكر اللي بيعرف يسدد من بره، اللاعب اللي بيمسك الكره الدريبلينج بتاعه حلو، يعدي واحد والاول والثاني ويحط جون. شفت جونه في بيراميدز اعتقد عمر الساعي الموسم ده مع المصري منفجر. فانا شايف ان عمر الساعي من احلى اللعيبه ال10 جولات ديت. اللاعب بتاعت احمد سكولز هو حرفيا اسم على مسمى. احمد سكولز اللي اتفرج عليه قدام ماتش الزمالك انا كان بالنسبه لي مفاجاه. احمد سكولز انا شايفه برده انه هيتخانق عليه الانديه الموسم الجاي. هو ممكن يكون عنده نواقص بس مقارنه بسنه وبالنادي اللي هو بيلعب فيه لسه برده لسه اول مره يلعب في الدوري الممتاز، فعامل مستوى حلو قوي. ما ينفعش ما تتكلمش لما تجيب سيره وادي دجله ما تتكلمش على احمد سكولز. هنخش على الوينجات، هبدا بالوينج اليمين. طبعا مفيش حد يختلف على خوان بزير، هو لعيب خطير جدا في المساحات، واحد على واحد بيعرف يعدي ويعمل لك فارق، بيعرف يصنع لك فرصه، وذكي جدا في قراراته. الاسيست بتاعه لعمر جابر في المصري يشهد ويدل على كده ويأكد ان اللاعب ده ذكي جدا. على الوينج ده هاخد معاه 2، محمد مسعد من مودرن سبورت واويا من وادي دجله، هو ده اللي انا بتكلم عليه. الاثنين دول عندهم حلول فرديه غير طبيعيه، اثنين سنهم صغير وبتنشل موت، ولاعيبه تعرف تصنع لك الفارق، لاعيبه عندها حلول فرديه تعرف تتصرف في المواقف الفرديه، لو حطوا في موقف واحد على واحد يعرف يعدي ويصنع لك هجمه يعمل لك جون. هما الاثنين انا بالنسبه لي ان الاثنين دول اعتقد برضو ان ما هماش لو فضلوا مكملين على نفس المستوى لاخر الدوري اعتقد الموسم الجاي هيروحوا انديه اكبر من كده. على الوينج الشمال هختار عبد الرحيم دغموم، هو برضو لاعب لا خلاف عليه، هو بيلعب يمين بس عشان انت شايف الوينج اليمين كله مليان فهحطه شمال، وهو برضو بيلعب شمال عادي. فانا هختار عبد الرحيم دغموم. هو نفس الكلام اللي انا قلته برضو، هو لعيب ذكي موت في قراراته ومهاري موت. تقريبا هو نص 3/4 قوه المصري هو عبد الرحيم دغموم. معاه على نفس الوينج هاخد 2 بن شرقي وزلاكا. محمود زلاكا طبعا من موسمين وهو مقدم بنفس المستوى، بس انا عندي عيب مع زلاكا، ان محمود زلاكا ما بيبصش على الجون وهو بيجري، يعني بيعمل كل حاجه بس الفينش بتاعه سيء موت. بيعمل كل حاجه الفينش سيء قوي، ما بيبصش على الجون، عينه دايما في الارض، يعمل كل حاجه في الكوره، يجي عند الجون ما فينش وحش قوي. لو اشتغل الحته دي لا هيبقى في حته ثانيه. نخش على بن شرقي، خلينا نكون على نور. انا خدت بن شرقي عشان بن شرقي هو القطعه المنوره في سكواد الاهلي الموسم ده، بس عشان نكون على نور يعني عامه بن شرقي ما طلعش 10% من امكانياته، بس انا خدته زي ما قلت لكم عشان هو لما تيجي تبص على سكواد الاهلي في الخط اللي قدام هو القطعه المنوره فيه. في الفراوده انا اخترت 3، فيستون مايلي وصلاح محسن وعداء الدباغ. لما تيجي تتكلم على عداء الدباغ انا بالنسبه لي لعيب ذكي جدا من هنا للصبح في تحركاته،
بيعرف يخلق لنفسه مساحه يستلم فيها الكوره، ما بيخسرش الكوره بسهوله، والله لو مين اللي ضغط عليه بيعرف يحافظ على كورته. عنده ميزه مهمه موت، الضغط. قال الضغط على السردباكات، قال الضغط مع الزمالك عداء الدباغ. كل الاجوان او الفرص اللي احنا جبناها بسببه كانت من الضغط بتاعه. يعني لما تيجي تمسك الجون بتاعه في الاسماعيلي من الضغط، هو ورجع من ال 18 دخل على السردباك محمد عمار قطعها حط الجون التشبايه بتاعته. الجون بتاع المصري اللي جبناه اللي هو اللي جابه كان هو اللي بدا. لما تيجي تبص على البلن اللي احنا جبناها من الاهلي كان بسبب عداء الدباغ، بسبب الضغط اللي عمله، بسبب التكمله والضغط اللي عمله، قام مغلط ياسين مرعي وخد البلن بذكاء موت. فانا بالنسبه لي عداء الدباغ مكسب للزمالك. عنده احلى من كده بمليون في المية، بس لحد دلوقتي هو مش وحش، هو مكسب كبير قوي للزمالك. الفرد الثاني هو فيستون مايلي. انا بالنسبه لي برده ما حدش يختلف على فيستون مايلي، هو مخلص لبيراميدز ماتشات كتير قوي. هو فيستون مايلي بالنسبه لي هو قوه جباره في بيراميدز، لاعب لا غنى عنه في السكواد بتاعهم، وبيجيب اجوان بكل حاجه بكل الزوايا بكل الاوضاع. لعيب هجام، هو ده الفرد الهجام. الفرد الثالث هو صلاح محسن. ليه صلاح محسن؟ من ساعه ما راح المصري من نهايه الموسم اللي فات ومن الموسم ده والله العظيم مطلع نار مع المصري، جايب اجوان بدماغه وبرجله اليمين والشمال وكور صعبه وكور سهله، حرفيا مطلع. انا اصلا كنت شايف برضه انه مظلوم ان هو ما راحش المنتخب، بس والله العظيم عامل ثبات في المستوى وجايب اجوان، عنده قدره تهديفيه عاليه قوي، جايب اجوان بكل الاشكال، اجوان صعبه واجوان سهله واجوان بدماغه واجوان فيها ذكاء واجوان فيها تحرك. دي كانت تشكيلتي لافضل 11 لاعب في الدوري، وزي ما قلت لكم ان لو في مراكز فيها اثنين مفيش مشكله، انا باخد الاثنين. قول انت كمان ايه افضل تشكيله من وجهه نظرك، اكتب لي في الكومنتات. لو عجبك الفيديو ما تنساش اللايك والسبسكرايب والشير، وسلام.